سياسية مدرجا ضمن ورقة الاتفاق السياسي، وتأخر مدة طويلة. ويعول ذوو معتقلين التقاهم مراسلنا مصطفى الحامد على القضاء العراقي لإجراء محاكمات عادلة وإنصاف المظلومين من ضحايا وشايات المخبر السري. نتابع. بالتزامن مع التصويت على أهم بند بورقة الاتفاق السياسي، تأمل أسر المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام الإسراع بإكمال إجراءات الإفراج بعد أعوام من الانتظار. استبشرنا خير بأهم بند بالقانون هو قانون العفو العام وإقراره بالبرلمان. يعني اليوم هذا القانون راح يرفع عبء كثير عن عوائل المظلومين. يعني عندنا اليوم عوائل مفتقدة أبنائها بالسجون أيضا بسبب المخبر السري. هواية مظلومين من محافظة الأنبار لحد الآن بالسجون بسبب تهم يعني كيدية. تعليق حضور كتلة التقدم إلى جلسات البرلمان أتت ثمارها بإقرار قانون العفو العام وسط ترقب لإقرار القوانين العالقة الأخرى. مناورة كتلة التقدم داخل البرلمان أتت ثمارها في إقرار هذا القانون، وهناك قوانين أخرى داخل البيت السني من ضمن ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل حكومة السوداني. الحقيقة شكرا لمن أعد هذه الورقة وأعد بإنصاف المظلومين. وتأمل عائلات المعتقلين الغير مشمولين بقانون العفو العام بإعادة التحقيق بقضايا معتقليهم. تنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي ضرورة ملحة للحد من الأزمات السياسية، خصوصا ملف العفو العام للإفراج عن أكثر من 25 ألف سجين في المحافظة. من الأنبار مصطفى الحامد، الشرقية نيوز.